السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يكون بخير. النهارده بقى كده جايين نقدم معلومة كده بسيطة، حاجة كده طبعًا الناس اللي متابعة معانا فيديوهاتنا والدورة بتاعتنا طبعًا عارفين إحنا بدأنا أول يوم نزلنا وعملنا والكلام ده كله، تمام؟ إحنا لسه منضفين لهم مروقين عليهم، مضبطين لهم الدنيا، تمام. الحرارة بتاعتي الجميلة، تمام. الإضاءة بتاعتي كويسة، الدنيا تمام. الأكل طبعًا إحنا لسه بالنسبة للكركم طبعًا لسه موجود، زي ما قلنا ده أفضل منشط كبد على الإطلاق، تمام كده. طيب النهارده بقى يا عم محمود المعلومة اللي أنت عايز تقدمها لنا طبعًا المَيّة النضيفة الحلوة اللي دايمًا بنتكلم عليها، مَيّتنا النضيفة، تمام ماشي، مَيّتنا نضيفة، تمام كده إيه بقى المعلومة يا عم محمود النهارده يا باشا بقى معانا البرو بايوتيك، زي ما أنت شايف كده، تمام. أنت ممكن تفتكر إن هو لبن محلوب والّا حاجة، ده بروبايوتيك. طبعًا أنا دايمًا باقول وبانصح يا جماعة الناس اللي بتربي أعداد، الناس اللي عايزة تضبط حاجتها، البروبايوتيك أهم حاجة، تجيب البروبايوتيك دوّة من شركة محترمة، يكون في عدد خمائر كويسة، ما تسترخصش، ما تقولش ما أصل كله شبه بعضيه، يا عم أي حاجة والسلام، ما فيش منه الكلام دوّة. كل ما يكون البروبايوتيك اللي أنت بتستخدمه منتج محترم فيه أعداد من البكتيريا النافعة كويسة أو كتيرة، ده هيبقى أفضل ليك في التحويل والنمو، تمام كده. طبعًا مع إضافة الأحماض الأمينية ومع الهيسيلينيوم. طب ليه الهيسيلينيوم؟ عشان الهيسيلينيوم بيضبط لي المناعه، بيرفع لي مناعه الطائر، وفي نفس التوقيت كمان يعني الطائر بياخد منه كفايته والباقي الجسم بيتخلص منه وبيخرج عادي، ما بيعملوش مشاكل زي بعض الفيتامينات الثانيه. طيب احنا دلوقتي طبعا البرودكت بتاعنا دوت عشان خاطر الامانه ده مش تبع شركه، ده انا عامله عندي في البيت، والناس برضو اللي متابعانا عارفين لما كنا بنتكلم قبل كده في موضوع لو انت عندك مثلا لبن رايب، الشرشف دوت، الميه اللي بتاعت الجبنه القريش، الزبادي، الكلام ده كله معاه شويه خل كده وحاجات ومظبط الدنيا. طبعا اهو بسم الله الرحمن الرحيم هنضيفها على الميه دي، بسم الله اهو زي ما انت شايف، تمام كده. طبعا لو انت هتستخدم الميه بتاعت الجبنه والكلام ده، تضرب الاول الحاجات دي في الخلاط عشان خاطر فتافيت الجبنه الصغيره دهيت ما تنزلش في النبله او في السقايه تسدها، تمام كده اهوت. تضربها كده في الخلاط وبعد كده تصفيه بمصفى، تمام. بص شايف الرغاوي اللي هي قافشه الشفشه من الجناب دي، تمام كده. طبعا السوا دي بالنسبه للبروبيوتيك معاك طول الدوره عادي، ما تقلقش منها في اي حاجه، انت معاك من اول يوم لحد اخر يوم نازل بروبيوتيك. شايف بالعكس ده الاصح والافضل طبعا مع الاحماض الامينيه. دي كانت معلومات على الخفيف حبيت اقولها لكم. رب يعني جميع ربنا يعمل الدنيا بخير كده اهوت، وسلام، اشوفكم على خير، سلام.